يمكن في صورة شوي نمطية للبنت الحلوة خاصة. المرأة للمطبخ، هذا الشغف اللي خلاني اتعلق بالكرة، اللي خلاني اصير حكم. ما استبعدتي الفكرة لما قالوا لك حكم بنت؟ أنا بصراحة هون بالبلد ما في احترام للحكم، أتعرض لمسبات. التحكيم السوري هو أصعب تحكيم، في مسؤولية كتير كبيرة بأنك تاخدي قرار. أنا عم بحكي معه مكالمة، قال لي أنتي عم تسجلي لي الشرط تبعك أقصر من شرط الحكام. أنا حابة أصير، حابة أتطور، بس أنتم ما بتعطوني مجال إني أصير. تعرضت شيء للنبذ من قبل خلينا نقول الشباب؟ هذا السؤال ما بينسأل. اتحاد كان سابقا يعني تفوتي عليه كأنك فايتة على سوق خضراء. أنتي حكمي مجتهدة، ليش مو حاطين اسمك؟ رادع لإلهم هو الفضيحة معنا. تعرفي الغلطان بيطلع بالعالي. هلا جماعة برشلونة عادي روح رياضية وميسي. نور يحيى حكم كرة قدم. هاي نور، كيفك؟ هاي تمام، وانت كيفك؟ تمام رواج، الأخبار؟ الحمد لله تمام. يعني صبية وحلوة وقمر، شو أخذك على كرة القدم؟ ليش ما اخترتي شي تاني؟ يعني يمكن في صورة شوي نمطية للبنت الحلوة خاصة، يعني الصبية، أنه بجوز مجال تجميل هيك قصص ناعمة. ليش كل اخترتي بيقول هذا لي هذا المجال؟ الشيء، أنا بحب الشيء المميز، الشيء هيك مو موجود منه كتير. هلا كفوتبول أنا عشق الفوتبول من صغري، يعني من صغري بتابع، كنت بلعب كمان وبدرب هلا فوتبول. هذا الشغف اللي خلاني اتعلق بالكرة، اللي خلاني اصير حكم. هلا بيقولوا لي ليش ما صرتي مدربة، بس ليش ما ضليتي بالتدريب او ما ضليتي باللعبة؟ بحب القيادة، كون انا القائد بالملعب. عرفتي كيف؟ دلو البرج القائد. هو بيقولوا الاسد القائد. انتي شو؟ دلو. كسرتي يعني القاعدة من الجهتين. كسرت القاعدة. هو عن جد يعني النظرة المعتادة إنه الرجل كرة القدم بالعادة بيكون محكم، وخاصة هيك عنا بسوريا. هلا في كذا حكم بنت يعني فتاة، بس هيك أنتي من بيناتهم حسب ما سألنا عنك إنه أنتي من المتميزين. الحمد لله. هذا الشيء برجع طبعا اجتهادي، أنا تعبت على حالي كتير بهذا المجال. هو بيقولوا إنه هذا مجال ذكوري أكتر، هذا نظرة مجتمعنا، وأغلب المجتمع بيقولوا المرأة للمطبخ، بتعرفي هذا المصطلح الشعبي إنه المرأة للمطبخ. فأبدا هذا الشيء يعني، خصوصا المرأة السورية رغم الظروف اللي مرت فيها ورغم الأوضاع اللي مرت فيها، قادرة إنه تثبت وتكون يعني قادرة تثبت بنجاحها، بإصرارها، بأي شيء إنه هي قادرة تعمل اللي بيعمله الرجل وأكتر من ذلك. صحيح. إذا بدنا نعرف عن نور أكتر، تخبرينا دراستك، كيف فتي على هذا المجال أول مرة، شو الخطوات اللي كانت؟ أنا دراستي رياضة، دارسة تربية رياضية. كان في دورة صقل للتحكيم، ما كنت بعرف فيها بصراحة، قالوا لي روحي وجربي وهيك، قلت لهم أوكي. رحت بلشت بهاي الدورة، كنت لساتني بدرس طبعا. فتت بدورة الصقل، كان في اجتماع وهيك، حبيت جو التحكيم، حسيته جو كتير مميز، وجو يعني هيك. يعني أنتي فتي بناء على نصيحة اللي حواليكي، ولا إنه فتي تجربي وحبيتي؟ فتي تجرب، أنا ما كنت بعرف، فتي تجرب، حبيت هذا الجو. ما استبعدتي الفكرة لما قالوا لك حكم وبنت؟ لا جربت. أول شيء إجباري بده يكون في خوف بأي مجال كان، إنه خوف وحكم وفايتة أنا على ميدان اللعب وكيف بدي حكم وكيف هيك وجمهور وهيك، إجباري كبداية حيصير في خوف وتوتر. بعدين بعد أول مباراة، تانية، ثالثة، انكسر هاد حاجز الخوف، وبلشت الواحد يعني نحن بشر بالنهاية وكلنا بنغلط. صح. تعلمتي من أغلاط؟ طبعا. شو هيك الخطأ الأول عملتيه وكان بجوز تضحكي عليه؟ هلا الخطأ الأول كان عندي مباراة بالسويدة. طبعا كانت الأوضاع هنيك مو زيادة، فرحنا لهنيك عم حكم أنا. كان صار ينزل مطر، أنا ما كنت بفهم يعني بتحكيم كتير بصراحة. كنت حكمة مساعدة، حكم تماس. فاللاعبة فايتة هاجمة من طرف نصف الملعب الآخر، أنا رفعت لها أوفسايد. الأول خطأ كان. رفعت لها أوفسايد، وصار في مطر يعني وبرد وهيك، ما عاد شفت قدامي.
شو أيوة صار الحمد ردات لله. فعل؟ حدا صلح لك؟ شو صار يعني؟ هلا كان في طبعا كان في حدا من اللجنة معي، مو انه صلح لي، انه هيك كان وراي يعني، شجعني اني فوت وادخل خوض اول مباراة، هي كانت دوري السيدات. والحمد لله يعني مضيت على خير. الحمد لله. ولما هيك يعني فتي المجال، مثلا أهلك، قرايبينك، رفقاتك، شو كانت ردات فعلهم؟ هلا غريبة كانت، انه استغربوا انه مو لإلك هذا الشي، انه اختاري مجال تاني، شي بيلبق لك، شي لإلك، شي سهل عليكي. بس انا لا، خلص انه اصريت. أصريتي أصريت وفتت على هذا المجال كتير. كبداية مو كتير يعني التزمت بصراحة، بس لبعدين صار في مثل كيف بدي أقول لك، صار في إنه صار في عندي طموح إنه أنا بدي أصير دولية. صار في تنافس، عرفتي كيف؟ إن كان الاختبارات، إن كان مباريات، إنه خلص أنا حابة أصير لمكان معين. وهذا الشيء هلأ موجود الحمد لله يعني، رغم الظروف اللي صارت، رغم الأوضاع والضغوطات والفساد اللي صار طبعا سابقا، لساته عندي هذا الإصرار، وما في شيء، أي شيء خلاني أتراجع. مين الحكام هيك العالميين المتأثرة فيهم؟ كولينا، حكم إيطالي اسمه بيرلويجي كولينا. بتتابعي طبعا أكيد. حكم هو نهائي كأس العالم 2002 بين ألمانيا والبرازيل. حكم كتير صارم يعني كتير محبوب كمان. شخصيته حلوة مميزة. بتحبي تكوني صارمة أنتي كحكم؟ طبعا الحكم لازم يكون صارم. طبعا العاطفة بدنا نشيلها على جنب. بيقولوا البنت عاطفية ما بصير بهذا المجال، بس لا، العاطفة بهذا المجال خصوصا لازم نشيلها على جنب، نحكم بالقانون. شوف مثلا فاول أي شيء، نحكم نحن ضمن القانون، ما بصير نتحيز لأي شيء. يعني بنعرف الحكم أثناء المباراة عم تقولي إنه بده يكون صارم وما يتعلق بعاطفته، وبتعرض كمان هذا الإنسان لكتير ضغوطات من الجماهير، طبعا من اللاعبين، من الناس يعني اللي حواليه. ممكن يتعرض لمسبات، لإساءة، خصوصا بسوريا ممكن هون. ضرب تماما، خاصة وقت بيخسر فريق وتاني. كيف بتشوفي أول شيء الروح الرياضية عنا بسوريا؟ هلا ما في روح رياضية أبدا بصراحة ما يعني، خصوصا بالدوري الممتاز كتير بصير في ضغط. هلا بصراحة هون بالبلد ما في احترام للحكم أبدا يعني. كتير مباريات صار في ضرب الحكم، ضرب لحفظ النظام، أذى يعني، ضرب لحد الأذى، وهذا الشيء طبعا كتير غلط. تعرضتي أنتي لهذا الموقف؟ أتعرضت لمسبات. شو بتكون ردة فعلك؟ عادي، ولا كأنه صار شيء، بالعكس هذا الشيء طبعا بتجاهل، وهذا الشيء بيخليني أقوى، وخليني اجتهد أكتر. عرفتي كيف؟ أبدا ما بيأثر علي هذا الشيء. بتعرضي مسبات مثل شو مثلا؟ إنه أنتي ظلمتي الفريق الثاني مثلا؟ ما بتعرف تحكم، وشو جايبين حكم بنت وهيك كبداية طبعا. إنه لا، مو أوف سايد، اعتراض يعني، اعتراض على القانون، واعتراض على تحكيم. إجباري أي حكم تعرض لهذا الشيء طبعا. هلا إذا بنحكي عن إنجازاتك الرياضية نور، يعني كم سنة من لما بلشتي لهلا؟ يعني شو مثلا دربتي؟ الدورات التدريبية اللي تبعتيها خبرينا. هلا سويت دورات البادي بيلدينج، بناء أجسام، والفتنس، عملت دورات دولية، وعملت زومبا، ريشة تحكيم وتدريب، فتنس كمان، لياقة بدنية، تحكيم وتدريب، تدريب كرة قدم، دورة الDUC الآسيوية، والتحكيم. هدول هن يعني. وكلياقة بدنية بنعرف إنه الحكم لازم يكون له معايير خاصة طبعاً بوجوده بالملعب، كوزن، كجسم. كيف بتحافظي على لياقتك البدنية؟ شو بتتدربي؟ شو بتعملي؟ من خلال تمارين الجيم، تمارين اللياقة، الفتنس، التحمل. الحكم لازم يكون عنده نفس طويل، عنده سرعة، عنده تحمل، يحافظ على لياقته ورشاقته أهم شيء كمان. من خلال التمارين محافظة على هذا الشيء، ونظام غذائي أهم شيء. أهم شيء. أكثر شيء لأنه ما بتبع طبعا. لا أحيانا. ذكرتي شغلة من شوي، قلتي رغم الصعوبات اللي كانت والفساد، كتير بنسمع دائما إنه في فساد بهذا المجال خاصة عنا بسوريا. تعرضتي لموقف يعني أثناء عملك؟ طبعا تعرضت لكتير مواقف. هلا أول موقف تعرضت له إنه كان في دورة تحكيم ببيروت. طبعا ما سمعنا عنها بنوب يعني، ما طلعوا لا كتاب ولا أي شيء.
فمن خلال شخص بيخبرني إنه في دورة أنت حكمة مجتهدة، ليش مو حاطين اسمك؟ أنا استغربت، قلت له دورة شو؟ يعني تخيلي شخص عادي بيعرف وأنا كحكمة ما بعرف بهذا الشيء. قال لي دورة تحكيم. استغربت. أنا حكيت مع الكابتن أحد أعضاء اللجنة طبعا، قلت له إنه في دورة، ليش مو حاطين إنه اسمي أنا بهاي الدورة؟ قال لي هي درجة أولى وأنا درجة تانية، كنت السنة الماضية. قلت له أوكي. بعد فترة بسمع إنه حاطط حكام ما منتسبين للتحكيم. ما رح أقول اسم حكام لأنه الحكم إذا بدي أقول عن هاد حكم لازم يمسك صافرة أو يمسك راي وينزل على ميدان اللعب ويحكم لحتى أقول عن هاد حكم. حاطط ناس ما لهم منتسبين للتحكيم يعني حكام. حكيت معه، قلت له كابتن على أي أساس بتحط هدول وأنا لا، أنا أو غيري يعني في كتير عالم انظلمت. قال لي أنت شو دخلك؟ الحارف قال لي أنت شو دخلك؟ قلت له أنا ماني جاية من الشارع، يعني عفوا منك أنا حكم مثلي مثلك، كيف بتقلي شو دخلك؟ لا أي أساس؟ وبصير هذا الحكي ما في احترام. قال لي، قلت له أنت قلت لي كابتن درجة أولى وهدول لسه مو منتسبين لحتى يصيروا درجة أولى، مو محكمين ولا مباراة. وأنت الحكم ما دخلك؟ تماما. مين دخله لك؟ تماما. قلت له أنت قلت لي درجة أولى. قال لي لا ما قلت لك درجة أولى. نكر هذا الشيء طبعا. قلت له كابتن طبعا أنت قلت لي هذا الشيء، ما اعترف. قلت مو مشكلة، تعرفي الغلطان بيطلع بالعالي. قلت له كابتن أنت حاطين هاي الدورة ومو طالعين بلاغ عنها، يعني معناها في شيء غلط. إذا مو طالعين بلاغ في شيء غلط عن هذا الشيء، يعني إذا أي شيء مخبى معناها أخذين عالم مو مستاهل، ما بتستحق هذا الشيء. قلت له كابتن أنت وقت بتاخد حدا مانو مثلا مانو منتسب للتحكيم، ما بيفهم بالتحكيم بأي مجال، يعني ماله من هذا المجال، رح يسيء لإلك ولاسم بلدك. صحيح. تمام. شو كان جوابه؟ صار يجاوب بشيء تاني، يعني صار يطلع بالعالي. بتعرفي الغلطان بيطلع بالعالي، صار يطلع بالعالي. طيب ما خاف تشتكي عليه أو تعملي شيء؟ لا أبدا، صار يطلع بالعالي. ونحن نحن من المساواة عنا أهم شيء، وأنتي مثل بنتي وأنتي هيك وأنتي. طب الظلم علنا يعني بعد ما واجهتيه بالصح تماما اختلف، يعني عم بقول له أنا ما بدي شيء، أنا بدي حقي بس. طبعا كله واسطات ومحسوبيات سابقا. قلت له أنا بس بدي حقي، يعني ما بدي لا أكتر ولا أقل. طبعا صار ما استفدت أي شيء، يعني الظلم والفساد كان علنا وكتير انظلمت أنا أو غيري طبعا. وهلأ كيف بتشوفي الوضع؟ يعني لسه في هلأ لسه ما بين شيء. هلأ أنا عاملة اختبار ترفيع السنة الماضية، ترفيع على الدرجة الأولى، وأنا لازم أكون من سنتين مترفعة طبعا. لسه ما طلع القرارات، يعني روحوا علينا سنة. قال هاي لجنة مؤقتة ولسه ما بيعرفوا شيء. هلأ ولا قبل؟ هلأ قبل عاملة الاختبار أنا. قبل سقوط النظام. قبل السقوط عاملة الاختبار وناجحين بالاختبار. هلأ بعد السقوط عم نقول لهم عاملين اختبار ونجحنا في إنه رفعوا البلاغ. لسه يعني هاي لجنة مؤقتة ولسه ما يعني بدهم معمول الاختبارات قبل بس ما انتشرت النتائج هلأ. لا ايه ما رفعوا الكتاب، ما وقعوا عليه مشان يطالعوا أسماء الترفيه. نوري اليوم يعني أنت كصبية تتعرضي طبعا لمواقف ضغوط نفسية مثل ما ذكرتي، ممكن لفظية من الجمهور، ممكن جسدية، إنه خاصة أنت بملعب. هلا أنت حكمتي بنات وشباب أو بس بنات؟ بنات وشباب الاثنين. كيف تتعاملي مع هاي المواقف؟ يعني هلأ هون الكابتن واجهتيه مثلا بحقيقة غير نبرة صوته طبعا من خلالها، كيف تتعاملي مع باقي المواقف؟ أنه من خلال الملعب يعني بالمباراة ايه؟ القانون، تعامل بالقانون. أنا عم حكم صح، شو بدك تعمل اعمل، أنا خلص أنا عم حكم بالقانون بس لا أكتر لا أقل. تعرضتي؟ طبعا، بس ما يعني الحكم إذا ما كان عنده شخصية قوية وإذا ما كان صارم ما في داعي يكون حكم، يروح على البيت. إجباري الواحد بيتعرض لمواقف صعبة، بيتعرض لضغوط، حتى مثلا لو أخطأت ما بقول إنه أنا أخطأت خلص بكمل لعبة عادي، بنسى إنه هاد غلط، كلنا بنخطئ بالنهاية، بنسى خلص بكمل لعبة عادي. كتير تعرضت لمواقف طبعا، بس مثل شو؟ خبرينا كم موقف. إنه مواقف مثلا ليش ما رفعتي أوفسايد، هون في فاول، ليش ما رفعتي، ليش ما صفرتي فاول. انتي حكمة، ما بصير يحطوا حكام بنات، جايين الحكام بيتعلموا فينا، هيك أكتر، هاي الكلمة أكتر كلمة بتنقال، جايين يتعلموا فينا. ايه بس لا قلت لك هذا الشيء، هاي الكلمات تخليني أقوى بزيادة.
يعني بدل في عالم مثلا ما عندها ثقة بحالها، هاي الكلمات بتضاعف ثقتها بنفسها. أنا لا، بتعزز ثقتي بنفسي، بتخليني إني أكون أفضل. طيب يعني بسوريا نحن عم نحكي اليوم، كيف بتشوفي هيك مستوى التحكيم بسوريا؟ هلا مستوى التحكيم جيد. يعني شو لازم مثلا يكون لحتى يكون أفضل؟ يعني لسه نحن يعني ككرة قدم بسوريا بنشوفها، مع أنها هي لعبة عالمية طبعا، ولكن ضعيفة جدا بسوريا. هلا ضعيفة بصراحة بسبب الأساس هو الاتحاد. قلت لك سابقا، هلا ما لهم زمان بشكل اللجنة. هلا وهي لجنة مؤقتة مو لجنة دائمة طبعا. فسابقا كل فترة يبدلوا حدا، وكل حدا عنده واسطات، محسوبيات، جيب هاد وحط هاد الشي اللي بيخلي أي شي يفشل ما يستمر، إن كان بالتحكيم، بالتدريب، باللعب، بأي شي. فالأساس هو كان صراحة يعني كان فاشل، فإجباري يعني شوفي كرة القدم بسوريا ما أنا يعني مو في جيدة. أمل؟ إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. بس طيب أنت أكيد كمان متابعة لكرة القدم العالمية، يعني شو المدرسة التحكيمية اللي بتفضليها؟ كرة القدم العالمية كيف المدرسة التحكيمية؟ مثلا إنجلترا بيتركوا مجال وأفضلية لأنه يستمر الوقت باللعب أكتر لحتى يحافظوا على رتم المباراة، أما الإيطاليين فورا بيعطوا قرارات سريعة وحاسمة. أنت بتعطي قرارات سريعة وحاسمة ولا بتتركي خلاص الوقت يمر؟ حسب الفار، هو مو قرارات، حسب الفيفا الاتحاد الدولي. طبعا القرارات الجديدة لازم الحكم يتريس. يعني إذا ما بعرف إذا بتابع مباريات بتشوفي لي يعني الهجمة كملت ودخل هدف لحتى يرفع الحكم مساعد أوفسايد. هلأ بسوريا ما في فار؟ بسوريا ما في فار، لا. طيب ما بتعانوا انتم من هي النقطة؟ مثلا انه ممكن تاخدي قرار تحكيمي يكون غلط، ما في مرجع ترجعوا تتأكدوا او تشوفوا؟ طبعا انا بقول التحكيم السوري هو اصعب تحكيم بالنسبة للملاعب، يفتقر الى التقنيات وكل شيء. بالنسبة للملاعب، بالنسبة كوميونيكيشن ما في، مو موجود. فار ما في طبعا، يعني نادي لبعض إذا في فاول في أوفسايد يعني هاي الدرجة. هاي الدرجة. يعني شي مرة بالدوري الممتاز فيه طبعا أخذتي قرار وهيك كان غلط، ومثلا خسر فريق ما لازم يخسر، وندمتي عليه بعدين وما قدرتي تتأكدي، ما كان في طريقة؟ هلا إيه صارت معي مرة، صارت شو حسيتي وقتها؟ عادي يعني قلت لك أي حدا ممكن يتعرض لهيك مواقف، بس لا الحمد لله هلا تحسن تحكيمي يعني، وإن شاء الله للأحسن، بطمح للأفضل طبعا. وإذا هيك في مباريات حساسة معنا ودية، خلينا نقول، كيف هيك بتديري الأمور فيها؟ بتكوني هيك حاسمة أكتر، صارمة أكتر جدية أكتر، ولا بتتعاملي بنفس السوية بكل المباريات؟ هلا لازم الحكم مو يميز بين المباراة، لازم مثلا إذا أنا عم حكم دوري براعم كأني عم حكم دوري رجال، لازم التحكيم هو بس لازم مثلا كأطفال يعني هيك نغض نظر شوي، إنه هنا أطفال جايين عم يتعلموا، مزبوط. فهو بيعرفوا بكل القانون. مثلا إذا صار في مثلا بطاقة صفراء نبهوا قبل ما نعطيه، عرفتي كيف؟ إنه جايين أطفال يعني بدنا نعلمهم، غير وقت بنحكم مثلا لسيدات لرجال. هاي النقطة بس فيها اختلاف، بس كتحكيم لا، لازم التحكيم نفسه. وإذا هيك ضغط عليك الجمهور بقرار معين ممكن تعدي؟ لا ما بسمع، بعمل حالي مو سمعاني أي شيء. لا إذا ترددت بالشي أو مثلا إذا كنت ماني واثقة من قراري عم ارفع ونزل أو عم هيك، معناها الجمهور حياخد نظرة عني إنه هاد حكم ما بيعرف يحكم، هاي مو واثقة من قراراته، مو واثقة من حالة. فأنا لا خلص إن شاء الله الكل إلي مثلا فاول أو الكل إلي أوفسايد، خلاص أنا بساوي أنا شو شايفة. طبعا يعني لأنه مو الكل بيفهم القانون مثل ما بفهم أنا كحكم. طبعا أكيد في مسؤولية كتير كبيرة بأنك تاخدي قرار شو بدك ترفعي، أي بطاقة وشو الضربة، خاصة بالحالات يعني مثل أنك تلغي هدف بداعي التسلل أو احتساب ركلة معي من يومين. شو بتتصرفي؟ كان من يومين مباراة ناشئين، كنت عم حكم تماس مساعد، كان طبعا النتيجة 6-0 للوحدة، كانت بين وحدة وبردة. فعم حكم آخر 5 دقايق يعني من الشوط الثاني دخل هدف للوحدة، كان أوفسايد متسلل، رفعت تسلل، صاروا لاعبين بردة يقولوا لي برافو حكم ويصفقوا وكتير انبسطوا، يعني إنه الشوط الأول كان 5-0، الشوط الثاني
واحد يعني صار 6-0، يعني الشوط الثاني جابوا جول الوحدة. هذا الشيء بالنسبة لبرده كتير إنجاز. عرفتي كيف؟ حلو. هلا أكيد صار عنا فضول نعرف أي فريق بتشجعي. ريال مدريد. ريال مدريد. هلا جماعة برشلونة عادي، روح رياضية. هلا عم نحكي الشعب عنا بحاجة روح رياضية. أصلا أحلى لاعبين هن ميسي وكريستيانو، هن أكتر شيء يعني خلقوا هيك روح تنافسية حلوة بين بعض. تستمتعي وقت كنتي تحضريهم. أنا اللاعب اللي خلاني يحب الكرة أكتر هو رونالدو. تميزه، طموحه، الإصرار اللي عنده إنه هو لازم دائما يكون إنه الأفضل لهلأ يعني مستمر. وبتحسي روحه يعني ما عمره بالعشرينات. روح رياضية لأنه روح رياضية وكأسراره كإنجازاته. يعني أنا ما بشوف مثله بصراحة. هذا اللاعب الوحيد اللي خلاني أحب كرة القدم أكتر. وميسي. بحب رونالدو. ما بتشوفي عنده مهارات كمان عنده عالية؟ مهارات طبعا ميسي. يعني أنا بحسهم بيشبهوا بعض. مراوغة السرعة لا، كأفضل رونالدو. خلص ما تخيلنا صح. لا إلك ليش هلا ميسي بالفطرة، يعني ما بحكي أكيد ما بنكر هذا الشيء، لاعب هو لاعب بالفطرة، بس ككمالية رونالدو. عرفتي كيف؟ بكل شيء يعني. حتى علاقته العائلية مع عائلته ولاده لطيف. متواضع هو. تماما. نور أكيد بتحتكي مع اللاعبين الشباب، صار معك مواقف كيف بيتعاملوا كمان معك كحكم بنت؟ هلا ايه بصير معي مواقف، بس هلا اتعودوا انه خلص. مثل شو يعني؟ شو هيك اول مرة مثلا بكيتي، نقهرتي، حكوكي كلمة، تصرفوا تصرف؟ اول مرة كان صار معي موقف، كنت عم حكم مباراة ودية بين المنتخب منتخب الشباب ورجال الوحدة. فلاعب من رجال الوحدة اعترض على القرار، قال لي مانك شايفة؟ كملت طبيعي ولا كأنه صاير شي. خلصت المباراة قال لي أنا آسف بعتذر ما تواخذيني. صار يعتذر. طبعا ما حكيت أي شي، يعني خلص بكمل تحكيمي. إنه خلص ما بتاخديه بحساسية ما كبنت؟ لا إذا غلط حكاكي كحكم طبعا إيه إنه لا، إذا غلط بالحكي طبعا له إنذار أو طرد، سوء سلوك يعني. بس لا شي تاني لا، إنه مثلا صار فاول رفعي أوف سايد، رفع فاول هيك لا، أي شي ما بعترض هذا الشي. طيب بتحسي قوانين كرة القدم عنا يعني بحاجة لتعديلات لتطويرات؟ وخاصة بيقولوا كمان إنه الفار بيقولوا أفقد كرة القدم المتعة تبعه، يعني وقت الناس بيتحمسوا لجول وبيرجعوا على الفار بيلاقوا إنه لا ما بينحسب. صح. فشو رأيك بهذا الكلام؟ هلأ التعديلات بتيجي من الفيفا، بنصدر التعديلات من الفيفا ونحن منطبقها بأي بلد. تانيا الفار صح روح هذا الحماس بكرة القدم. هلا حلو الفار لأنه ليش عادل، بيعطي إنه الصورة الحقيقية للحالة، بيورجيك الحالة إنه كيف صارت، فمثلا جول أو مو جول. يعني مثلا إذا جول لازم الكرة تدخل بكامل محيطة على المرمى، إذا كان جزء بسيط مو جول، إذا صار في فاول أوفسايد أي شيء، هو بيعطي العدالة للعبة، بس بنفس الوقت بيخفف الثقة بين الحكام. إنه مثلا الحكم بيعطي أنا عطيت قرار، بيحكي الفار إنه لا هاد قرار غلط، إنه مثلا بده يرجع للفار، بصير عنده هيك إنه قلة ثقة بحاله. أنا هيك بعتبر هذا الموضوع. بس لا الفار ما بشوفه غلط طبعا، هو ضرورة طبعا إيه أكيد. خلص استمتعتوا أو لا، مهم العدل والحق يعني طبعا يكون أهم شيء طبعا العدل بالمباراة. نور أكيد أنتي ساويتي اختبارات وبتنزلي على مباريات وبتم تقييمك من قبل لجنة، كيف كانت أول مباراة إليك وكيف كان تقييم اللجنة؟ كان عادل منصف أم كان فيه ظلم؟ هلا طبعا تقييم اللجنة عادل يعني، وأغلب المقيمين بيعطوا فيكي إنه بيعطوكي إنه روح إيجابية، حكي إيجابي، بيخلوكي إنه تعززي ثقتك بنفسك أكتر. بس في أغلب طبعا المقيمين بحكوكي حكي سلبي، مثل نفسه طبعا أحد أعضاء اللجنة قال لي بدي أحضر لك مباراة، قلت له أوكي تفضل. نفسه تبع إنه درجة أولى ودرجة تانية حكينا عنه أوكي. وقتها قال لي إنه قلت له كابتن درجة أولى، قال لي عم تسجلي لي أنت؟
ليش في هيك شيء يعني إنه يسجلوا لبعض فويسات وقصص؟ أنا استغربت وقت قال لي هيك، أنا عم بحكي معه مكالمة، قال لي أنتي عم تسجلي لي؟ قلت له لا، ليش لحتى أسجل لك؟ قلت له بس أنت حكيت هيك. قلت له معناها بتعرف حالك حكيت هيك وخايف كون عم سجل لك؟ ما تخاف، ماني عم سجل لك. غير حكيه، غير طريقة كلام. يعني حكى كلمة، قلت له حكيت كلمة كابتن خليك قدها. الرادع لإلهم هو الفضيحة معناتها. تماما. إنه هو يخاف إنك أنت تكوني فعليا عم تسجلي له تفضحيه، فهو لهيك غير نبرة صوته. تماما. وكان في واحد اللي خبرني عن هاي الدورة، حدا فاضحهم يعني، هو هذا الشخص مو معروف مينه طبعا، بس فاضحهم كاتحاد فوتبول. نزل قلت له، قال لي ليش ما بتحكي معي مشان أحطك مباريات؟ قلت له أنا بدي أحكي معك مشان تحطي مباريات إذا أنا كحكم ملتزمة بالاختبارات بالتمارين وبكل شيء. أنت الأسماء عندك، أنت شو شغلتك كعضو لجنة؟ أنت شغلتك تحط الأسماء، من الأسماء موجودة عندك، مو أنا بدي أحكي معك أشحال مباراة منك إلك بدي عم مباراة. تعوديني على الواسطات والشحاجة إنه قلت له مو أنا بدي حط لي اسمي. طبعا قلت له مو أنا بدي أحكي معك إلك بدي أحط لي اسمي بمباراة. أنت لازم منك لحالك تشوف كل حكم شو مشتغل، شو محكم، شو بيتمرن. قال لي بدي أحضر لك مباراة. قلت له أوكي أنا جاهزة. قلت له أوكي أنا جاهزة. نزلت على الملعب، قال لي شو بدك تحكمي؟ طبعا هاي كانوا حاطين أسماء الدورة وجاهزة، بس أنا الشي ضايقني. قلت له كابتن أنا حابة أصير، حابة أتطور، بس أنتوا ما عم تعطوني مجال إني أصير. يعني أنا حكم تعبانة على حالي بالتمرين، إن كان بالإنجليش بالقانون بأي شيء، يعني أنا عم ساوي كل هاي الأشياء مشان التحكيم. قلت له أنا عم تعب على حالي، ولا ما اعتذرت ولا على مباراة، تمارين ملتزمة فيها وكل شيء ملتزمة فيه. هو نزل معك يعني يعمل لك اختبار بأحد المباريات؟ ايه ليشوف تحكيمي، قيم تحكيمي. هي مباراة ودية كانت، أعطيت جهدي أنا طبعا مثل أي مباراة. نزلت حكمت، قال لي شو بدك؟ قلت له مثل ما بدك. حكمت مساعد، حكمت ساحة، ما عنده اعتراض. قلت له كابتن كيف تقييمك؟ قال لي ليش رجليكي أطول من جسمك بالحرف؟ قلت له ما عندك شي تقوله؟ قلت له عم بحكي عن مباراة، كيف تقييمك إلي كحكم؟ طبعا الحمد لله ما كان عندي ولا غلط يعني. قال لي، قلت له شو دخلني يعني، هاي من الله هذا الشيء، أنا ما بصير تحكي أنت ما بصير تحكي هذا الشيء، وشو دخله بالتحكيم؟ قال لا بس إنه هيك. قلت له ما بينسأل هذا السؤال، ما بينسأل، بده يغير الموضوع، بده يلاقي نكشة، عرفتي كيف؟ بس أبدا ما في حجة يعني. ما بعدين صار يحكي إنه هداك اللي حكاني مشان الدورة بدي اشتكي عليه وما بعرف شو. صار يلف ويدور طبعا. بس هيك طبعا الاتحاد كان سابقا يعني تفوتي عليه كأنك فايتة على سوق خضرة كل حدا بتواسط لحدا، كل حدا بده يمشي كلمته على التاني هيك يعني طبعا. وهلأ كيف شايفة لقدام؟ يعني هلأ في لجنة مؤقتة صح؟ هلا لجنة مؤقتة بس بداية خير إن شاء الله. يعني أنا في أكاديمية، هلا أكاديمية من الاتحاد الآسيوي، بعتولنا كتاب على الجروب التحكيم. أول مرة بشوف كتاب بالأكاديمية، بالعادة دورات أكاديميات كانت تصير بالمخفي، أول مرة بشوف أنا هذا الكتاب، عرفتي كيف؟ فالحمد لله إن شاء الله يعني متفائل بالخير لقدام وإن شاء الله خير، بما إنه هي لجنة مؤقتة وعم يمشوا يعني عم في اهتمام طبعا، وإن شاء الله الخير لقدام. بس بدنا الترفيع يمشونا بقرار الترفيع بس مو أكتر. إن شاء الله يا رب بالتوفيق. تسلمي. تعرضت شيء للنبذ من قبل خلينا نقول الشباب، يعني هيك كبنت إنه بيعتبروا إنه فيها أنوثة وقصص وكذا، أنت ما شاء الله جميلة كصبية، بسبب عملك هاد تعرضتي لهالقصص؟ بسبب التحكيم؟ لا إيه بيحاكوني كتير إنه ليش لابسة شورت، ليش الشورت تبعك أقصر من شورت الحكام، ليش كتير بتصير معي مواقف وكتير بصير هيك اشياء. بس يعني بيعاملوكي كقلة أنوثة إنك أنت بهذا المكان، أو إنه لا أبدا، بس نقد تماما. شو طموحك لبعدين نور؟ طموحي إن شاء الله أصير دولية. طبعا بيقولوا صعب بهاي البلد بس لا إن شاء الله يعني عند رب العالمين ما في شي صعب. طول ما أني متفائلة وعم بجتهد على حالي وعم بشتغل ولصير أفضل إن شاء الله يا رب وصل للدولية. إن شاء الله يا رب. أكيد يعني هلأ على أمل دائما
يكون هيك أفضل كل شيء بالمستقبل الله. القريب والبعيد فعلين إلك بالخير إن شاء الله. ولسوريا كلها. وأكيد يعني نحن بنساء سوريا رغم كل الظروف بنقوى. أهلا وسهلا فيك ببودكاست الحكي تسلم يا بسرك. شكرا كتير لوجودك شكراً معنا، كتير وكل إلك. التوفيق لك بحياتك وبمهنتك. تسلم يا رب، شكرا كتير إليك وللكادر كله.